السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتسمعوني دلوقتي. انا دي طبعا يعني اللي شاف قناتها قبل كده يعني هو انا حزينة عليها بصراحة، لاني انا اصلا ما كنتش اعرفها غير بعد ما توفت، يعني اللي هي طيوبة ام البنات. يعني ما سمعتش عنها فعلا غير بعد ما توفت في الزلزال يعني. بس سمعت كلام كتير يعني ان هي توفت بسبب الحسد. فانا يعني انا مقتنعة وعارفة ان الحسد، يعني كان في حديث ان، يعني انا مش فاكرة الحديث بالظبط يعني كان ازاي بالظبط، بس اللي معناه يعني ان نص اللي في القبور ماتوا بالحسد يعني. فبصراحة كانت صعبت عليا جدا، بس يعني انا عايزة اقول حاجة، والاغلبية زمايلنا اليوتيوبرز اللي بيعملوا روتينات، يعني اوكي ماشي نعمل روتين ونشجع بعض وكده، بس يعني ما نبينش ولادنا، ما فيش واحدة تبين جوزها او قد ايه هو بيساعدها وكده. يعني مش كل الناس، مش كل واحدة جوزها بيساعدها في البيت. يعني حتى لو هو ركب معاكي او حاجة او عمل معاكي حاجة، اوكي قولي مثلا ماشي بمساعدة زوجي او كده، بس مش شرط ان احنا يعني انا مش عارفة اقول ايه بصراحة، بس يعني حزينة جدا وزعلانة عليها قوي. يعني أنا حتى دخلت القناة بتاعتها لقيتها 3 فيديوهات بس مش اكتر. يعني ما كانش حتى بقالها فترة كبيرة قوي يعني، وولادها يعني ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم عصافير في الجنة يعني. بس يعني حاجة تحزن وتوجع القلب يعني. فعايزة أقول لأي واحدة وتخلي بالها من بيتها وولادها وجوزها، مش لازم نقول كل الحلو اللي عندنا، لأن في أكيد حاجات تانية بتحصل بتزعلنا، فاحنا ما بنبينش غير كويس بس. والحلو يعني في ناس بتبص لان في ناس محرومة من الاطفال، في واحدة محرومة من حنية الزوج او مساعدته ليها. مش كل الرجالة زي بعض ومش كلنا زي بعض عامة. فيعني ده اللي انا كنت بقوله. يعني انا اول مرة اعمل فيديو عن حد واتكلم عن حد كده، بس هي بصراحة يعني علقت معايا قوي، وبالذات ان هي كمان شهرتها زادت بعد ما توفت يعني. يعني هي اكيد كان نفسها ان هي الشهرة ديت تلاقيها قبل ما تتوفى يعني، بس هو ده قضاء ربنا يعني. وربنا يرحمها يا رب ويغفر لهم هي وجوزها واولادها يعني. والحمد لله على كل حاجة. بس ده اللي انا كنت حابة اقوله لكم، ان نخلي بالنا زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو، مش لازم كل واحدة تحكي جوزها بيعمل معاها ايه كويس بيساعدها في البيت او كويس معاها او كده، لان مش كلنا جوازتنا زي بعض. انا جوزي غير جوز صاحبتي غير جوز اختي غير جوز سلفتي، كلنا مش زي بعض، ولا احنا ولا هم يعني. ولادي مش زي ولادهم. يعني كل واحد يحاول يخلي تفاصيله لنفسه يا جماعة بجد، لان الحسد بقى صعب ناس كتير، وفي ناس غصب عنها، لان غصب عنها هي ما فيش حنية زوج، او ما فيش اولاد بتسمع الكلام، او ما فيش اولاد بتبقى سايبة البيت مترتب ايا كان يعني. يعني ده اللي كنت عايزة اقوله لكم النهاردة، وهسيبكم بقى مع بقية الفيديو يعني بصوتها هي. ويعني لو اللي يسمع الفيديو ده اتمنى ان هو يكتب كومنت يترحم عليها ويدعي لها هي واولادها واطفالها، وربنا يحفظنا كلنا يا رب من شر الحسد ومن عين اي حد ممكن يأذي من غير ما ياخد باله، او حد لو حتى قاصد يعني. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا وازواجنا جميعا يا رب، اللهم امين. طولة هيك وما بتنطبخ هيك وغلط عم تطبخيها ومو هيك. لأ، أنا بطبخ شلون بتحب عيلتي. هلا أنا هون حطيت اللبن، أنا بحط لها بيضة، ما بحط نشا للبن، ما بعرف مالي مجربة، بجرب بيضة والحمد لله يعني ما بفرط معي اللبن. هون عم بحرك اللبن، بضل بحركه لبين ما يغلي. بس غلا رح أحط له من مرقة اللحمة. هون ما استحكمت إنه أنا لازم حدا يصب لي المرقة وأنا أحرك. هون كتير خفت يفرط اللبن لأني ما استحكمت، أنا عم بحرك أحط المرقة، يعني ما كان في حدا يساعدني. بقى الحمد لله يعني مشت على خير وما فرط. وهون حطيت لها الرز، غسلت رز وحطيت لها. أنا بحط لها توم، في عالم ما بحطوا لها توم، أنا بحط لها توم. هون غلت، رح أحط اللحمة، لأني اللحمة حسيتها شوي بدها لسه يعني إنه تستوي أكتر. قلت باللبن يعني بتستوي على السوا، حطيتها وقت غلى الرز، يعني صار الرز مو مستوي. هون قربت تستوي، حطيت لها شوية نعناع، وهون الطبخة صارت جاهزة. شوي بدها حطيتها على نار واطية لبين ما أطبخ الفريكة. هلأ رح أطبخ الفريكة. أنا بحط معلقة سمنة بقلي الفريكة،
وبعدين بحط مرقة اللحمة إذا كان عندي مرقة لحمة، إذا ما كان في مرقة لحمة بحط مي عادية، وبقلي الفريكة بدهنة، يعني ما بقليها بسمنة، يعني بقليها بسمنة بس وقت اللي بدها تطفى وتستوي بحط على وشها دهنة، هيك بتطلع أطيب. ما بعرف، كل واحد له طريقته. وشغلة تانية، أنا ما بعير، يعني ما بعير المي ولا بعير الفريكة، هيك بحط، يعني إنه أنا متعودة. شفتوا نحن يعني ستات البيوت متعودين على الطبخات وعلى المقادير كذا. هلا بالأول كنت أعير والله، بس هيك كل ما الواحد يعني بتقدم بالطبخ وبتعلم أكتر، يعني بصير إنه والله أولي بالكاسة بالمكيال أعير. حتى لما ماما تعلمني على طبخة قال لها أنت عم تطبخي قيسي لي كم كاسة مي بتحطي يعني للأكل، مشان إنه أعرف ما أخربط. هون قليت لها شوية لوز الفريكة مشان أحط على وشها. هون حطيت الدهنة مشان تنسلى، يعني تتقلى، مشان أقلي فيها الفريكة. هلأ نحن هون بناكل جنب اللبنية والفريكة بصل أخضر وفجل، وهي صبايا اللي عبقسم فيها بتعطي موديل حلو كتير، سواء للفواكه أو للخضرة، إنه هيك بتعطي كزينة. بيجي منها هيك مثل المشط، وبيجي منها مثل السكينة. تبعت السكينة بتريح أكتر. هون استوت الفريكة وكل شي صار جاهز على السكب. هون استوت الفريكة، عفتها ترتاح شوي، بعدين قليتها بالدهنة. ما شاء الله والله طلعت غير شكل. هلا أنا بصور طبخاتي على الانستجرام صور، وأنا حبيت أعمل طبق فريكة يعني هيك كموديل. أنا عطول والله بجربه، بس اللهم صل على النبي مو الفريكة يعني كتير إلها دهنة، ويعني وهيك شلون بقولوا يعني مفلفلة. ما مسكت على القالب، لما انقلبتها ما زبطت والله، يعني نزلت. بس طلع موديلها حلو ما أشبه شي. هون حطينا الأكل، أكلنا خلصنا. حطيت الجلي بالجلاية لأني الجلي اللهم صل على النبي بركة. خلصت حوزة المطبخ ونيمت بنوتاتي. هون عندي شوي تعديلات رح أفرجيكم هلأ شو رح أعمل. يا صبايا عندي هون بطرف التاني من المطبخ، هون هاد المحل كل ما بصور ببين فيه. بقى قررت وصيت مترنديول على ورق جدران، يمكن أغلبكم بيعرفوا. قلت بلزقه هون، يعني شوفوا حتى يعني وقت جوزي عم بيشتغل عم بيلزق وعم ببين، يعني كتير ببين، يعني يا محاسفة مقاطع وأنا عم بصور هون، لأني مبينة لو يعني لو حطيت تغبيش أو سمايل عليه إنه عم ببين. فحبيت هالفكرة، قلت إنه إذا بتطلع حلوة. لا والله مصلي على النبي طلعت حلوة، بس والله بعذب، يعني بعذب باللزق وبالقصقصة، وبدك تقيسي وكذا، وبس لزق معك لما بدك تشيلي بده يعذبك. والله عذبنا عنه مع إنه المجال صغير، بس عذبنا. هلا أنا المطبخ من هداك الطرف كان كمان ملون هيك خمري وسكري. دهنته دهان ضد المي، اللهم صلي على النبي، وكتير كويس طلع. ما حبيت أحط من هاد، ما حدا نصحني فيه إنه لأني بيجي عليه مي. بقى جربت هون لأني ما بكت مي هون، بس مسح. هون كسبت الفرصة، جوزي عم يشتغل بالمطبخ، صرت أنكش إيش في عندي شي بده تعليق بده تظبيط، صرت أطالع له. عندي هذا العرق صار له زمان، طالعته قلت له علق لي إياه هون بالزاوية. ما بعرف طلع موديله حلو، أنتوا أعطوني رأيكم. لا أنا كنت حابة هالفيديو يكون جولة بالبيت، بعدين غيرت رأيي لأني موصية على شوية أغراض، وعندي شوية تغييرات بالبيت بما إنه قرب رمضان. بقى قلت بالمرة قبل رمضان بعمل هيك تنظيفة، وبعمل شوية تظبيطات بالبيت، والأغراض بوصلوني بصور بالمرة جولة بالبيت إذا الله راد. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. حبيت الفيديو يكون قصير مشان ما تملوا، وأنا مشان يطلع معي حكي، لأن الفيديو لما عم يكون طويل والله ما عم بلاقي يعني حكي أحكيه على طول الفيديو. ولا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل شي جديد. لا تنسوني من اللايكات والتعليقات الحلوة، مع إنه اللهم صلي على النبي يعني ما بدكم توصايا، عم بتقوموا بالواجب وأكتر، يعني الله يكتر خيركم يا رب ويجبر بخاطركم. قبل ما يخلص الفيديو رح أحكي لكم عن هذا الورد. كتير صبايا سألوني عليه وقت كنت أنشر على التيك توك. يا صبايا هذا الورد مجرد زينة للحلويات، ما بيتاكل، وبينحط بالمي جنب القهوة، بس مجرد موديل يعني منظر.